السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل طاسة الكبدة والقوانص بتاعة الفراخ بأسهل وأسرع طريقة. معايا هنا كيلو كبد وقوانص مغسولين كويس بالملح والدقيق كويس جدا ومتنضفين خالص من أي دهون وسمين فيها ومقسومين الاتنين. معايا هنا 4 معالق خل، زيت، 3 معالق دبس رمان، بصلة متقطعة لشرايح رفيعة جدا، طماطم مقطعة قطع صغيرة، فلفل ألوان، فلفل حامي، 5 فصوص توم مهروسين، ومعلقة هريسة الفلفل الأحمر، ومعايا هنا ليمونة، ومعايا التوابل ملح، فلفل أسود، كمون، كزبرة ناشفة، بهارات اللحمة اللي هي السبعة، معايا حبان ورق لوري مطحونين وعود قرفة. نزلت هنا بشوية الزيت وعليهم معلقة سمنة علشان تطعم لي الدنيا معايا. هنا القوانص قسمها الاتنين وحاطة معاهم فصين توم فتحاهم نصين علشان يضيعوا اي زفارة من القوانص او الكبد، بيدوا كمان تيست حلو ومفيش اي زفارة خالص. وكمان بنزل بعود القرفة علشان كمان اتأكد ان مفيش اي زفارة خالص معايا واشتغل وانا مطمنة واكلهم كمان وانا مرتاحة. دلوقتي الريحة طالعة حلوة جدا من التوم ومن القرفة. بسيبهم حوالي 20 دقيقة القوانص على النار، ووطيت شوية. كان الاول حاطة على نار عالية وبكت مية بسيطة وسبتها تشربها، وبعد كده نزلت بالبصلة وشوحتهم كمان 10 دقايق. بعد كده نزلت بالكبدة وهفضل اشوح فيها كمان 10 دقايق، وبعد كده هنزل بالبهارات اللي انا قلتلكوا عليها، ومش قادرة اقولكوا الريحة طالعة عاملة ازاي. كمان خليتها كمان 10 دقايق تشوح معايا كويس. وعايزة اقولكوا ان القوانص كان معاها كمان القلوب. دلوقتي نزلت بالطماطم المتقطعة والفلفل الالوان والفلفل الحامي والثوم المهروس ومعلقة الهريسة اللي هي الفلفل الأحمر، وبعد كده بنزل بعصرة الليمونة الكاملة، بنزل بيها كاملة، وبعد كده بشوية الخل في الآخر، وآخر حاجة بحطها معلقة الدبس الرمان، حتى 3 معالق كبار. وبصراحة بتدي تيست عالي قوي قوي قوي. دلوقتي خلصت معايا الكبدة والقوانص أحلى المزاليكا اللي انتوا بتقولوا عليها. مش بكة مية هنا معايا، كل ده كنت عاملاه على نار متوسطة. الكبده بتقطم معايا ومستويه حلوه قوي، وكذلك القوانص حلوه قوي سواها كده معقول. ال20 دقيقه في ال10 دقايق في ال10 دقايق كله اتظبط معايا واستوى. جربي الطريقه دي ومش هتندمي. وكلي مع فلفل حامي وعصري عليه ليمون، وكلي احلى كبد وقوانص الفراخ. ويا ريت اللي اول مره يشوف القناه يدوس لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس، واستنوني في فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.